مشلاك طلع عيل مشلاك والله. بجد انت مشلاك حل يا عم الحاج. مشلاك ده لعيب شبه الفراخ البيضة، الزمالك جابه معرفش جابه منين. معرفش بقى من بولندا، ده طلع من السنبلاوين. يا عم مشلاك هي ناقصة مشلاكين يا عم والنبي. مشلاك ده لازم اللي جايبه مشلاك زيه بصراحة، يعني بصراحة دي وجهة نظري، معلش مع احترامي لكل الناس يعني. مشلاك قال لك ايه امبارح؟ قال لك يا جدعان انا قاعد في نادي الزمالك ومش ماشي، وادوني وان شاء الله هتمرن وهلعب وهبقى زي الفل معاكم. والواد ابن اللذينه طلع بيضحك على نادي الزمالك. اول ما القيد خلص قال لك اوب اقفش، انا اصلا عايز اضيع عليكم الصفقه اللي انتوا عايزين تجيبوها، وعايز فلوسي يا جدعان. انا نفسي في فلوسي، ماليش دعوه، انا مشلاك، انا راجل مشلاك، انا عايز فلوسي. ويا اما كده يا اما اروح للفيفا، انا ماليش فيه، ادوني فلوسي وانا اقعد معاكم. طبعا الزمالك هيدفع له غصب عنه، والمفروض اللي يدفع لمشلاك فلوسه المشلاك اللي جابه. دي وجهة نظري الشخصية. اما بقى الكابتن شوبير حبيب قلبي وحبيب قلب الزملكاويه والاهلاويه كمان، الراجل طلع النهارده في الراديو قال لك ايه؟ قال لك والله انا محتار، انا لو زملكاوي هحتار اجيب اخباري منين؟ من الكابتن احمد سليمان، من الكابتن احمد سالم، ولا من الكابتن ميدو، ولا من الكابتن. انت مالك يا عم؟ انت مالك يا كابتن شوبير؟ مع احترامي الكامل لحضرتك، حضرتك راجل شغال في قناه النادي الاهلي، وهات اخبار النادي الاهلي، ما تجيبش اخبار نادي الزمالك. جمهور الزمالك اصلا يعني بيعشقك، فبلاش تتكلم على الزمالك عشان خاطر النبي، عشان طريقتك مستفزه جدا وبتحاول توقع بين الجمهورين. طريقتك انت يا كابتن احمد مستفزه، فبلاش تجيب سيره الزمالك مع احترامي الكامل ليك يعني. الزمالك قدر يجيب 4 صفقات، نتمناهم صفقات ناجحه، ما تبقاش مشلاكين زي المشلاك. دي كانت ملاحظ كرويه خاصه بيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.